مرحبا بك اختي في القناة، وشكرا لك على المشاهدة، وان شاء الله بك القناة تزيد تكبر بالبارطاج ديالك وبالدعم ديالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اش اخباركم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكة، كيف درتوا مع الصيام؟ الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. فين وصلتوا في قراءة القرآن؟ بالتوفيق الجامع ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهنا البنات جيت نشارك معكم الروتين ديالي ديال هاد الفيديو هذا. نشارك معكم واحد الخريجات ديت الوليدات هنايا يخرجوا، وهنا كندير بكم جوله في الشوارع ديال فين خيروله. تبارك الله الجو ولا مشمس بزاف، وهذا هو الجامع ديال فين خيروله. تبارك الله قريب لينا للدار، غير كنتمشاو ليه 10 دقائق من الدار عندي. وهنا نشارك معكم هاد الرؤيه هذه في هاد الشوارع. وهنا نديكم معايا لواحد البارك اللي هو يا غران بارك دي ميخاس، اللي هو متواجد في لاس لاغوناس. المهم الطريق ديال في الطريق ديال اورين دي غراندي. المهم هو قبل ما توصلي للرومبوان الاخرى ديال الميخاس غتلقاي واحد الدخله. انا نشارك معكم بالضبط منين دوزو ليه ونخرجكم من الكوزينه، لان تبارك الله كاملين كتعرفوا تصايبوا الطويبلات ديالكم ديال الفطور، واللي مشاهي شي حاجه كينوض يصايبها. اي والله يسهل الامور للنساء بصفه عامه، وحتى البنات والبنات يلاه مقبلات على الزواج بالتوفيق. وشوفوا المسيره اللي كتسناكم، انكم تعولوا على راسكم من نهار الاول وبالتوفيق الجميع. هادشي اللي كاين، لان الكوزينه راه ولا بد منها. يكذب عليك كذاب. تقدري تاكلي في الزنقه مره جوج في السيمانه، ولكن راه الماكله الزنقه ماشي صحيه. غير كتحيدي في هذيك الشهوه ديالك منها انك تاكلي شي حاجه كنتي مشهيه في الزنقه وصافي. لان الماكله ديال الدار صراحه اللي طيبتي غير بيضه فوق المقيله راه كتجي بنينه، وكتحسي بها راه مصايبها انت بيديك، ماشي بحال كليتيها في شي قهوه ولا شي حاجه. سبحان الله العظيم خاطرك كتهرب منها. وهذه هي الطريق ديال هاد البارك هذا. واخا كتشوفوا الطريق هنايا راه زوين هاد التمشيه هذه فوق هاد الواد هذا. كتشوفي الماء انه حامل تبارك الله نقي ما شاء الله. وغادي لجهه اخرى صافي هنا كدوزي من هاد البلاصه هذه. صافي هنا كتوصلي للبارك، واحد البارك اللي ما شاء الله كبير. راه كنت شاركته معكم في القناه الاخرى. هنايا شوف هذا الباركينغ اللي هو بالمجان، والباركينغ اللي هو كبير، وفيها مساحات خضراء اللي هي كبيره، وفيها العاب متعدده. واخا انا ما شاركتش معكم في هذا الفيديو هذا كلشي، لان بصراحه كتعرفوا الصيام والشمس ما شاء الله قويه، كتحسي بها قريبه لك. ما قدرتش نتمشى انني زعما حيت انا كيجيني العطش بزاف. ما قدرتش انني نتمشى انا نشارك لكم كلشي، ولكن نشارك لكم واحد الاسباس مره اخرى عاوتاني نشارككم معكم ان شاء الله كامل. وإلا مشيتوا لهاد البارك ضروري تديو شي حاجه ديال الالعاب هكذا، بيكالا، تروتينات، شي حاجه اللي كيعشقوا الوليدات. ديو لهم حتى الكره ديالهم، تي هكذا راكيطات، تينيس، اي حاجه عندهم باش يمارسوا شي هوايه ديالهم ديالو. لكن تبارك الله الاسباس فين يلعبوا. وحتى الناس الكبار هنايا راه كيجيو كيديروا الرياضه. كاين مساحات هكذا كما قلت لكم خضراء، وكاينين بزاف ديال البلاصات ديال الالعاب الاعمار تقريبا كاملين. وعاد كاينين اعزكم الله المراحل اللي هي عموميه. هذا البارك هذا كامل بالمجان، تلعبوا اي لعبه بالمجان. وعاد دايرين بلاصه اللي هي خصيصا للصحاب التروتينات، دوك اللي كيلعبوا لي باتان. بلاصه اللي هي بلاصتهم، بلاصه ديال الباسكيت بوحديتها، بلاصه ديال الكره حتى هي بوحدها، وبلاصه ديال التنس حتى هي كاينه. وكاين واحد اللاك اللي هو عامر بالماء تبارك الله، بحال واحد الواد اللي هو كبير، فيه واحد البلايص كتدخلي لهم انك تاخدي دي فوتو هكذايا. واللي زوين انهم عازلين البلاصه منين دوز البيكالا بوحديتها باش ما يطيحوش الوليدات ولا شي حاجه. وهنا صحاباتي ندخل معكم الكوزينه نشارك معكم شنو كنت قديت من كاريفور. هنا لقيت واحد العرض ديال كتشري، دايرين عرض ديال 50%، كتشري شي حاجه والثانيه كتاخديها بنص الثمن. بحال هاد السنيده هادي خديت 2 كيلو باورو 50، تقاموا عليا ما كاملاش اورو 48 وقيله، مزيانه. وخديت هذيك الفلفله هكذا كتكون مقطعه مشويه في القرعه. وكذلك التفاح حتى هو دايرينه بثمن اللي هو وقيله 83 سنتيم الكيلو. ما شاء الله التفاح هذا حلو بزاف. خديت هذوك 2 قراعي، وخديت هادو اللي بحال هكذا لي صوص العطريه كذا، كندير شي فيديو ولا شي حاجه زوينين صغيورين. وخديت مطيشه حتى هي داير لها 99 سنت. وهنا دزت الكزار، خديت هنايا الشحمه تشهيت مسيمنات هكذا ديال الشحمه، قلت نصايبهم شي نهار. صافي خديت شويه ديال الشحمه من عنده. وهنايا خديت الفخاد ديال الدجاج حيدت ليهم الجلده صافي. وهنايا خديت شويه ديال القطبان، شويه ديال الكبده مع شويه ديال القطبان ديال اللحم، وشحيمه هكذا ديال بولفاف.
واخا قطعهم ليا هو وعزلهم ليا شاركهم ليا في ميكه وحده معليش ماشي مشكل. اصلا انا نخلطهم نيت انا في البانيو. بالنسبه لهاد التقديه ديال الكزار عندي الشحمه مع اللحيمات مع الفخذات ديال الدجاج تقريبا شي 13 اورو راهي لا فاكتور. صافي. المهم انا بالنسبه للسكر راه غير زدتو لان ما شاء الله عندي واحد ستوك ديال السكر اللي دوز لي تقريبا واحد 9 شهور ما شاء الله عندي، ولكن كنحتاجوه ضروري هكذايا في الدار يكون. بحال هكذا ثاني الانسان كيحتاج هكذا في الحلويات، دي كيك هكذا ولا شي حاجه ضروري تكون ريزيرف عندك دائما بالزيت. وهنا دزت عند الخضار حتى هو، خديت البصله البطاطا الحامض. خديت هاد الفصوص هادو ديال الثومه تقريبا واحد 3 اورو ديرات، المهم 2 اورو وكدا و80. صافي هادشي اللي خديت من عند الخضار. صافي حتى هاد الايامات هادي ان شاء الله راجلي غادي سالا الكونجي ديالو غادي يدخل يخدم. كنبغي دائما تكون عندي ريزيرف في التقديه في الدار بالنسبه للخضره بالنسبه للديسير ودا كنحتاجو بلا ما نمشي نخرج نتسخر انايا مع الوليدات حيت دابا عطله. كنبغي ديما يكون عندي اي حاجه نحتاجها نلقاها قدامي. صافي هنايا نستف هاد الديسير هذا في البلاصه ديالو، نعزل هذا اللي جديد نديرو بالتحت. خديت حتى الليمون، تما كنبقى عندي غير المندالين وشويه الليمون ديال العصير. صافي استفت هذا كيما كديروا كاملين راكم عارفين. كديروا الحاجه اللي هي يلاه شريتو هي التحتانيه، والحاجه اللي غتستعملوه هي الفوقانيه. وبما انني كنت خارجه صافي الفطور نديرو غير خفيف ظريف. غندير شويه ديال القطبان مع عندي المسمان عندي البغرير عندي البريوات عندي الحريره حتى هي موجوده طيبتها نهار قبل. فانا واخا كنطيب الحريره كنديرها في دي بواط هكذايا صغار كنديرها في كونجيلاتور. بصراحه ما كتضيعش كتبقى بحال يلاه طيبتيها لانك كتخزنيها في نفس النهار غير هي كتخليها حتى كتبرد مزيان وكديرها هكذايا في البواطات اللي صالحين للكونجيلاتور كديريها. صافي وقت ما بغيتيها كتجبديها كتسخنها بحال يلاه طيبتيها ما كتخسر ما حتى شي حاجه. صافي هنايا ندوز نشرمل القطيبات ديالي. بما ان داكشي قلت لكم عندي موجود غادي غير نطيب البريوات في الفران. درتهم دابا نيت كيطيبوا مسمى البغرير. صافي سخنت حريره البيض مسلوق هادشي اللي كنحط انا في الفطور ما كنزيد عليه حتى شي حاجه. وعندي بطبوط حتى هو يا موجود نسخنو ونحطو مع القطيبات. اللهم ادي مانع محفظه من الزوال. الواحد دائما يمشي في الحاجه السهله وما يتعبش راسو بزاف لان هذا الشهر ديال العباده والانسان راه ديما كياكل غير شهوه النفس وصافي. درت العطريه كامله ديال القطبان وندير شويه ديال الزيت ضروري ديروا القطبان الزيت صافي. وتا راجلي تا هو الله يخليه ليا تا هو مسهل عليا بصراحه الحياه ديالي لان ما كيبغينيش نتعب بزاف. هادشي اللي هكذا كيعجبو هو اللي كندير ليه ما كنزيدش ليه شي حاجه ما كيبغيهاش لان الحاجه اللي كياكل كنبغي نديرها ليه باش ياكل ماشي ندير انا الحاجه اللي كنبغي وهو ما ياكل. جات حشومه بصراحه دائما. وعاد انا كندير داكشي اللي كنبغي حتى انا كنديرو هكذايا منه بالزيت كنديرو في الفريغو وقت ما تشهيت شي حاجه راه كنجبدها. وبما ان القناه مازال صغيره وبكم ان شاء الله تزيد تكبر داكشي علاش ما كنشاركش يومياتي دائما في رمضان شنو كانوا الجاده وداكشي الله يسمح لينا لان هادشي راه بصراحه ما خصناش نديروه. ولكن غير باننا كنشاركوا اليوميات ديالنا كنقول نشاركوا معكم شي حاجه اللي درناها في النهار ديالنا وصافي اللي شهينا يسمح لينا وكل واحد راه خيره في دارو. واللي وصل معايا حتى لهنا ما ينساش واحد لايك وتعليق وبارطاج القناه والله يجزيكم بخير. وشكرا لكم على المشاهده الى فيديو قادم باذن الله.